كهرباء ان شاء الله هيسدد الغرامه ان شاء الله قبل نهايه المده، وهيتم ايداع اموال الغرامه في حساب نادي الزمالك المرسل للفيفا من نادي الزمالك قبل انتهاء المده. كامله. يعني احنا بنتكلم على اوائل 4 ان شاء الله. الموضوع ما عادش بقى ولا 3 فترات قيد ولا في شهر 8. المده قبل انتهاء المده. ايوه ان شاء الله كهرباء هيسدد الفلوس. يعني طب اديني تاريخ. اديني تاريخ. لا هو موضوع التاريخ ده انت تاخده مني قبل انتهاء المده. ما هو قبل انتهاء المده 11/4 تقريبا هيسدد الفلوس، لان لو ما سددش الفلوس ايوه الكهرباء هتوقف. بس كده صح ولا غلط؟ لا ده هيتوقف طبعا. وانت عارف ليه كده، وانا مش هقول ليه. انا اللي بقول لحضرتك اهو. المحامي الدولي دلوقتي الاستاذ علي عباس بيجهز حاله ان هو بيراسل الفيفا على اساس انه يسدد الفلوس في حساب، وبعيد تاني في حساب نادي الزمالك. تمام. المرسل للفيفا. تمام. اذا مفاجاه. والله مسلسل كهرباء والغرامه ده بقى عامل زي مسلسل ليالي العلميه 8000 جزء. لا استنيني مدام نزلك السلاح دار تحل لنا المشكله بتاع الكهرباء دي. في عقوبه او اتحاد الكوره حاططها في الدرج ولا الموضوع ده غير صحيح عشان نقفله؟ لا غير صحيح، ولا من حق اتحاد الكوره ان هو يحط في الدرج، ولا من حق مجلس الاداره، ومش من حق مجلس الاداره انه يعلن حتى العقوبه دي. يعني لا الانضباط عملت عقوبه ولا بعتتها لاتحاد الكوره وكل الموضوع ده فيك؟ لو في عقوبه لازم لجنه الانضباط مع مدير الاتحاد يديله القرار يعلنه يحطه على المجلس او يبلغ الانديه بيه فورا، انما ما يرجعش لمجلس الاداره خالص. يعني كل الحوار ده غير صحيح؟ لا ما فيش حاجه ترجع لمجلس الاداره، ما فيش قرارات لجنه الانضباط تروح لمجلس الاداره. تمام، يعني ما فيش اصلا عقوبه خرجت من الانضباط عشان بس نقفل. هقول لحضرتك انا ما فيش حاجه مش من حق مجلس الاداره انه يشوف العقوبه يتم اعلانها على طول على الفور. تمام. عيني على كهرباء اللي توقف مع الجنايني واحمد مجاهد والاخ ابو ريده وجمال علام ورابطه الانديه عايزه مفيش حد ما وقفش كهرباء. كهرباء النهارده عامل لهم حرقان في المزلقان. يلا.